من الحاجات اللي عرايس كتير بتنساها وهي بتشتري الجهاز، المفارش اللي قدام حضراتكم ديت. المفارش دي بتاعت ايه؟ دي بتاعت النيش او المطبخ او الدولاب. في انواع مخصصة للمطبخ، في انواع بتمشي مطبخ ودولاب. تيجي مع بعض اول حاجة نشوف الفرق ما بين المطبخ والدولاب. في ديت تستخدم اكتر في المطبخ. ليه بتستخدم اكتر في المطبخ؟ لان دي بتبقى جلد ما فيهاش فراغات. لو بصيت على ديت هتلاقي فيها فراغات. طبعا ده النوع النظيف، يعني النوع النظيف من كل حاجة. دي انضف خامه بفضل الله موجوده في السوق. هتلاقي ده فيه فراغات. طبعا مع الفراغات ديت لو جه ميه على الحاجه مره في مره هتلاقيها بدات تتقطع، بخلاف لما يكون جلد طبعا ما بيمتصش الميه، ما فيش اي فراغات فيه، فبالتالي مش هيتقطع وهيستحمل معاك. نبدا كده ونشوف الفرق ما بين الاشكال نفسها. اول نوع اللي هو فيه فراغات دوت بيكون معظم استخدامه في الدولاب او النيش. لو بصيتي كده هتلاقي دوت لونه ابيض، هتلاقي دوت لونه فضي. لونه فضي فابيض، او دوت لونه ابيض في ذهبي، ودوت لونه اصفر في ذهبي. الفرق ما بين دول، ده بيكون 185 جنيه، ده بيكون 195 جنيه. طب ليه يا رحمن الفرق دوت؟ الفرق دوت عشان احنا كل ما الخامات بتتكلف كل ما هنديك السعر. كل جنيه بيدفع بفضل الله في الرحماني بيبقى ليه قيمته. انت هنا هتبصي دوت لونه ابيض او اللون السمن، ده 185 جنيه. لو بصيتي على دول اللي هو ابيض في فضي او ابيض في ذهبي او اصفر في ذهبي، دول 195 جنيه. بنخش بقى على الجلد. الجلد دوت قلنا بيمشي معاكي مطبخ او نيش او دولاب. يستخدم في التلاتة عادي. ده طبعا ممكن تستخدميه في مطبخ او في الارفف العلوية اللي ما بيوصلهاش مية خالص، هيبقى برضو معاكي كويس لان دي برضو خامة نظيفة. اول حاجة دوت ب 275 جنيه. الرول ده 10 متر ب 275 جنيه. بعد كده الرول دوت بيكون 15 متر، نفس برضو الخامة بس بيكون خامة أعلى شوية، وطبعا ومقاسه أكبر. طبعا زي ما أنا قلت 10 و15 متر. ال 15 متر ده ب 460 جنيه. نيجي بقى للوحش بتاعهم اللي هو بيكون 15 متر بس عليه رسومات ليزر. بص كده، دي رسومات ليزر، يعني عليه الدهب دوت ليزر كده زي ما حضرتك كده شايفة، بأشكال طبعا خرافية. شايفة الذهبي بتاعه شغل عالي عليه. ده لونه ذهبي، ده بيكون ابيض عادي معلهوش اي ليزر. ده بيكون قلنا 460 اللي هو ال 15، اللي هو اللي عليه ليزر ب 560 جنيه. طبعا ديت كانت حاجة بسيطة بنعرفها لكم بالنسبة للمفارش، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.